ده استوديو جامد جدا، كله نجوم يعني. ده استوديو جامد جدا يعني ما شاء الله. انا طبعا برحب بيك وبرحب بيهم، واتفضل. كابتن يعني عايزين بقى نعرف السر اللي طبعا حضراتكم من ساعه ما بقياده طبعا كابتن رمضان السيد انتصارات متتاليه، جهاز فني جديد، ما عملتوش فتره اعداد مع الفريق، رغم كده قدرتوا تحولوا طبعا نادي بتروجيت، نقول جاي من بعيد بقى يا كابتن. والله والحمد لله على الماتشات اللي فاتت، طبعا كان فيها توفيق كبير قوي من ربنا. احنا خدنا، لا كان في فترة توقف احنا اشتغلنا فيها فترة، كانت حوالي 14 يوم. فترة قليلة، بس كان في يعني كان في وقت ان احنا نشتغل، يعني ان احنا نشتغل، ندي اسلوب لعيبة، نحفز اللعيبة. هو مع كل تغيير بيبقى فيه جديد بالنسبة للعيب، يعني اللعيب دايما لما بيلاقي الدنيا مقفلة معاه خالص، لما بيشوف حاجة جديدة، جهاز جديد، روح جديدة، فالدنيا بتفرق معاه. احنا طبعا ما لحقناش نعمل حاجة. كان توفيق ربنا كبير جدا، زائد ان انا اللي بقول لك عليه اللي هو روح التغيير. بس احنا كابتن يعني احنا يعني ما قلبناش حاجة يعني في الفريق. كابتن يعني ممكن نقول موضوع المستحقات الماليه كان اهم ما هو، يعني انتوا لعبتوا على الموضوع ده، لان طبعا انا يمكن تحدثت مع بعض اللاعبين قال لك ما كناش بناخد فلوس لغايه العيد، ما حتى بيقول لك ما عيدناش، فانتوا جيتوا لعبتوا على النقطه دي، الحاله الفنيه والاستقرار، وايضا الحاله الماديه. والله ما انا مش عارف، انا اول مره اسمع الكلام ده بصراحه. هو النادي بتروجيت يعني انا عارف ان هو بيحترم العقود كلها، وبيحترم اي اتفاق بينه وبين اللعيب. ممكن كان في فتره مثلا كانت على الانديه كلها يعني، لكن اللعيبه كانت بتاخد مستحقاتها مع الجهاز اللي قبل كده. انا بقول لك احنا ما عملناش ما اخترعناش حاجه يعني، هو بس كان عارف، كان بيبقى في وقت كده لازم تغير فيه. فهي دي اللي ادت لعيبه بقى روح جديده، واتكلمنا معاهم والاداره ساندتهم بكل ما تملك يعني. فعشان كده كان في انتصارات، وكان في قبل كل ده كان في توفيق من عند ربنا كبير جدا جدا جدا. لو انت كنت متابع الماتشات، يعني في ماتشات كان ربنا مساندنا فيها قوي، والحمد لله يعني، يا رب يفضل معانا على طول. كابتن عبد الحميد بقى، يعني النهارده شايفين تغيير في التشكيل، خاصة يعني شايفين نجم هجوم نادي بتروجيت محمد شعراوي بره، او يعني خارج التشكيلة الأساسية، وموجود إيهاب المصري. يعني دائما انتوا بتلعبوا على طبعا قوة الخصم اللي قدامكم، يعني ممكن تكلمنا في النقطة دي. والله هو احنا ما فيش عندنا اساسي واحتياطي في الفرقه. احنا ماشيين اللي هو الكويس، وحاله اللعيب قبل الماتش تبقى عامله ازاي. زائد طبعا احنا بنشوف الفرقه اللي قدامنا بتلعب ازاي، يبقى نقاط الضعف بتاعتها والقوه بتاعتها، وبنلعب عليه. يعني احنا النهارده مغيرين طريقه اللعب كلية يعني، علشان بنلعب فرقه. انا شايف ان هي فرقه كويسه قوي قوي قوي، عناصرها كويسه جدا، زائد ان هم كابتن طلعت يوسف طبعا مدرب كويس قوي. لعبنا ضده قبل ما احنا نيجي، لعبنا ضده كان ماسك الاتحاد وعمل نتيجه كويسه ضد بتروجيت. فاحنا عاملين لهم الف حساب، عشان كده احنا مغيرين كل حاجه في الفريق النهارده. فيا رب يعني يطلع ماتش كويس عشان الناس تستمتع بيه. والتوفيق اللي ان شاء الله يبقى معانا، والفرقه اللي تلعب كويس ان شاء الله ربنا معاها. كابتن كريم، عودة لحضرتك مجددا، هل حابين تشاركوا طبعا ونجومنا في الاستوديو التحليلي، حابين تشاركوا كابتن عبد الحميد حسن اي اسئله؟ احنا بس عايزين نساله عن طارق ابو المعاطي، هل هو جاي في اصابه ولا ايقاف ولا ايه بالظبط؟ طارق ابو المعاطي اللي هو كان بيلعب الفتره اللي فاتت بشكل اساسي. كابتن عبد الحميد، يعني الكابتن كريم حسن شحاته وكل اللي في نجومنا في الاستوديو بيمسوا على حضرتك، وبيقولوا يعني طارق ابو المعاطي هل هو غايب للاصابه ولا الاسباب فنيه؟ لا هو طارق هو طبعا هو سؤال كويس جدا جدا يعني. هو طارق لعيب كويس جدا. انت عارف هو لعيب صغير. كان ماشي كويس، بدأ الستارت بتاعه معانا كويس قوي، بعد كده بدأ ينزل شوية. فاحنا مش عايزين طبعا الناس في الاستوديو يعني كلهم نجوم وعارفين، يعني مش عايزين نحرقه. فهو بدأ الستارت كويس قوي قوي، وبعد كده بدأ ينزل. فاحنا مش عايزين ماتش جامد جدا، فاحنا عايزين نحتفظ بطارق، عايزين نلاقيه بعد كده. ففضلنا ان احنا نبعده الماتش ده، بحيث ان احنا نلاقيه في الماتشات بعد كده ان شاء الله.
كابتن كريم، هل هناك اي اسئله اخرى للكابتن عبد الحميد حسن؟ لا بشكرك شكرا جزيلا احمد وجيه من استاد السويس الجديد. ويعني شكل كده طارق عمل حاجه ان كابتن عبد الحميد قاعد يفكر كده شويه. خد بالك ان احنا في التحليل بتاعنا اول ما جه الكابتن رمضان السيد بيلعبوا كل الماتشات واللعيب الوحيد اللي ما بيتغيرش، فما اعرفش بقى ممكن. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى نشوف راي كابتن نادر السيد وكابتن علاء ميهوب في لقاء النهارده. لقاء قوي جدا، بتروجيت وطلائع الجيش، الفريقين عندهم 13